تخيل لو مصر مكان دولة تانية، الجغرافيا هتغير كل حاجة. احنا متعودين نقول ان التاريخ هو اللي بيصنع الدول، بس الحقيقة ان الجغرافيا هي اللي بتصنع التاريخ. تعالى كده نعمل تجربة خيال علمي. تخيل ان مصر لو مش في مكانها الحالي. اول حاجة هنتخيل ان مصر مكان روسيا، برد شديد وطويل، صيف قصير والشتاء طويل. يعني هنا الزراعة مش شغالة على طول، نهر مش شغال طوال السنة، فالزراعة هنا هتكون محاصيل محدودة واعتماد أكبر على الاستيراد وتكلفة معيشة أعلى. وده هنا معناه إن عدد السكان أكيد هيقل، يبقى السكان هنا عددهم أقل، تجمعات بشرية متفرقة. يبقى هنا يا أستاذ إن الجغرافيا مش قررت نزرع إيه، دي حتى قررت هتعيش إزاي وكم واحد هيعيش. طب خليك معايا في تجربة أخطر. لو مصر مكان اليابان، يبقى عندنا جزر، مساحة محدودة، وسلاسل وبراكين. يعني هنا مفيش رفاهية انك تتمدد في الارض اكتر واكتر. السكان هيبقى عددهم كبير في عدد مساحة صغير، يبقى لازم هنا تنظيم شديد، استغلال لكل متر. طب الاقتصاد، اعتماد على البحر، صناعة وتكنولوجيا، تعليم قوي غصب عنك. يبقى هنا الجغرافيا قالت يا تطور من نفسك يا مش هتعرف تعيش. شفت الفرق ازاي؟ نفس الشعب بس المكان مختلف، فالنتيجة كانت مختلفة 100%. زي ما احنا ما قلنا روسيا مناخ قاسي هيبقى سكان أقل، وقلنا إن اليابان مساحة صغيرة هيبقى فيه تنظيم وتقدم. زي ما احنا عارفين مصر ونهر النيل ومناخ معتدل هيبقى فيه حضارة مستقرة. عشان كده موقع مصر الحالي ونهر النيل والمناخ المعتدل كلموا الفضل فيه قيام واحدة من أقدم حضارات العالم. الجغرافيا مش مادة حفظ، الجغرافيا ده عقلية بتفهمك ليه العالم ماشي كده. لو عايز تفهم مش تحفظ، تابعني. سلام.